قال: فصل: عدوان المشركين على المستضعفين من المسلمين. عدوان المشركين على المستضعفين من المسلمين. وهذا العدوان من المشركين مبناه أن القوم في إفلاس تام من الحجة والبرهان، وهذه دائما حيلة وملجأ المفلس. المفلس إذا أقيمت عليه الحجة بالبراهين الساطعات والدلائل الواضحات والحجج القاطعات ليس له إلا خياران: إما أن يقبل أو يرفض. وإذا رفض ليس عنده ما يقابل به هذه الحجج. ولهذا عادة تقابل مثل هذه البراهين بطريقتين معروفة من أعداء الدين وخصوم الدعوة من القدم، وهي إما العقوبة أو الاستهزاء. العقوبة إذا كان له سلطة وله قوة، مثل ما قال فرعون: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فإذا كان له سلطة يتوعد بالعقوبة، وإذا كان ليس له شيء من ذلك يستهزئ ويتهكم ويسخر. فهذه طريقة المفلس من الحجة والبرهان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام معه الحجج الواضحات والبراهين الساطعات، وهؤلاء ما عندهم ليس فيه أي برهان. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. مثل هذا الكلام الواضح البين والحجج الساطعات التي لا محيص عنها ولا مفر لا يمكن أن تقابل إلا إما بالقبول والتسليم أو بالمكابرة والعناد. وإذا كابر إما أن يعتدي ويظلم ويبغي، أو أنه يتهكم ويسخر ويستهزئ. ولهذا تسلط المشركون على المستضعفين. ولاحظ أن التسلط على المستضعفين، لكن من أسلم ممن له جاه له مكانة لا يتسلطون عليه ولا يجرؤون عليه، لكن يجرؤون جرأة شديدة خاصة على الإماء، على العبيد، على الضعاف، يتجرؤون عليهم. قال: ولما اشتد أذى المشركين على من آمن وفتنوا منهم جماعة، حتى إنهم، هذا لون من ألوان الأذى التي كانت تحصل، حتى إنهم كانوا يضربونهم ويلقونهم في الحر ويضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم في شدة الحر. وهذا شدة على شدة، يعني يؤتى بالإنسان في الحر الشديد ويبطح على ظهره أو يلقى على ظهره في شدة الحر، ويزاد على ذلك يؤتى بصخرة حارة وتوضع على صدره، فلهيب الحر، حرارة الأرض من أسفله من ظهره ومن أسفل بدنه يشوي ويحرق بدنه من أسفل، وصخرة حارة توضع على صدره تلهب صدره. فهذا عذاب شديد ونكال شديد وأذى بالغ. قال: حتى إن أحدهم إذا أطلق، يعني بعد هذا الأذى الشديد إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم، لا يستطيع أن يجلس من شدة الألم. فيقولون لأحدهم بعد هذا التعذيب والنكال والأذى، يقولون لأحدهم: اللات إلهك من دون الله؟ فيقول مكرها: نعم.
فيقول مكرها نعم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقوله نعم في شدة الأذى بلسانه مع بقاء القلب مطمئنا على الإيمان هذا لا يكون كفرا، وإن قال نعم، وإن قال كلمة الكفر، وإن قال اللات إلهي، وإن قال ذلك، هذا لا يخرج به من الدين لأنه مكره، ولا يخرج من الدين بالإكراه. قال الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. قال يقولون لأحدهم اللات إلهك اللات إلهك من دون إلهك، يعني من دون الله، فيقول نعم مكرها. قال وحتى إن الجعل لا يمر فيقولون وهذا إلهك من دون الله، فيقول نعم. والجعل ما هو؟ الجعل حشرة من أقبح الحشرات، يعني هي تشبه الخنفسانة ولونها أسود مثلها، وهي أكبر منها بقليل، ومن طبعها أنها قذرة تماما ويضرب بها المثل بالقذارة. وإذا كان الإنسان مسافرا في الليل تبقى هذا الجعل يبقى يرصده يبقى قريبا منه ينتظر متى يقوم يقضي حاجته، وإذا قضى حاجته وذهب أخذ القدر وجمعه مثل الكرة الصغيرة، يجمعه مثل الكرة ثم يمسكه ويدفعه أمامه، يدور أمامه ويستمتع به ويأكله ويتغذى منه ويستمتع برائحته. وحتى أنهم قالوا من عجيب أمره أنه إذا شم رائحة الطيب يموت، إذا شم رائحة الطيب يموت. قال ومر الخبيث عدو الله أبو جهل عمرو بن هشام بسمية أم عمار. وسمية رضي الله عنها وأرضاها هي أول شهيد في الإسلام، حتى ذكر أهل العلم أن مطلقا من الرجال والنساء أول من استشهد في الإسلام سمية رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا في قول قوي لأهل العلم ذكره جماعة منهم قدمنا ذكره أن أول من أسلم مطلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام خديجة، أول من أسلم خديجة، وأول شهيد في الإسلام سمية. وهذا مما يبين مكانة المرأة في الإسلام، مكانة المرأة ومنزلتها العلية في الإسلام. فأول من دخل في هذا الدين امرأة، وأول من استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى وقدمت روحه في سبيل الله امرأة سمية رضي الله عنها وأرضاها. وكانت تعذب وتصبر على عذاب المشركين وأذى المشركين، تصبر على ذلك حتى مر بها هذا الخبيث أبو جهل وهي تعذب فطعنها، وكان معها زوجها وابنها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم ويقول صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فيصبرهم عليه الصلاة والسلام. فطعنها هذا الخبيث بحربة أي خنجر في فرجها، طعنها هذا الخبيث في حربة في فرجها فقتلها، وهذا في السنة 5 من البعثة، رضي الله عنها وعن ابنها وزوجها. فكانت رضي الله عنها وأرضاها أول شهيد في الإسلام. قال وكان الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان تاجرا وذا مال، فكان إذا مر بأحد من الموالي يعذب من قبل مواليه يشتريه من مواليه ويعتقه، واشترى عدد منهم بلال وأمه حمامة وعامر بن فهيرة وأم عبس وزنيرة
والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي، كل هؤلاء اشتراهم، لمن عرفت أسماءهم كلهم اشتراهم واعتقهم. ومن بينهم جارية لبني عدي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم، كان يعذبها على الإسلام قبل أن يسلم. وهنا أيضا نلاحظ فائدة نبه عليها العلم على ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر تأخر إسلامه، وبعض المبشرين في الجنة عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، طلحة، الزبير، مر معنا أن إسلامهم كان قبل إسلام عمر رضي الله عنه بوقت، ولكن عمر رضي الله عنه مكانته وفضيلته في الصحابة تلي مباشرة فضيلة أبي بكر، فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، مع أنه تأخر إسلامه إلا أن فضله سبق هؤلاء، والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فتأخر إسلامه عليهم، إسلامه بعد طلحة، بعد عثمان، بعد عبد الرحمن، بعد الزبير، بعد هؤلاء، ولكنه في الفضل مقدم لأن النصوص الشرعية جاءت دالة على ذلك. بل إنه هو وأبو بكر ليسوا فقط أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هم أفضل الناس مطلقا بعد الأنبياء، أفضل الناس مطلقا في جميع الأمم، ليس هناك في جميع الأمم من هو أفضل من أبي بكر وعمر أمم الأنبياء. وهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، من الأولين والآخرين عدا النبيين. فهذا دليل صحيح صريح في أن فضل أبي بكر وعمر يلي في الرتبة الأنبياء، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. فرتبة أبي بكر وعمر هي تأتي تلي هذه الرتبة، فهم أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، مع أن عمر تأخر إسلامه على عثمان، على علي، على الزبير، على طلحة، على عبد الرحمن بن عوف، على جميع هؤلاء تأخر، لكنه أفضل منهم. حتى إنه صح عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، أي أن هذا افتراء وكذب وقول باطل. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يفضلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك، يكون أفضل الناس أبو بكر ثم عمر. والدلائل والشواهد على تفضيلهما على سائر الصحابة كثيرة. قال حتى قال له أبوه أبو قحافة والد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينصح، يعني وجده يشتري هؤلاء هذه الرقاب الضعيفة، يشتري هذه الرقاب الضعيفة ويعتقها. فكان ينصح يقول: إذا تريد أن تعتق أعتق أناس يعني عندهم قوة وجلد حتى يكونوا لك منعة. نصيحة من والد لولده. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إني أريد ما أريد، يعني أعرف ماذا أفعل وعلى علم بماذا أفعل. ووالد أبو قحافة والد صديق الأمة لم يسلم إلا بعد فتح مكة، تأخر إسلامه إلى فتح مكة، في ذلك الوقت أسلم. وفي هذه المرحلة الطويلة كلها بقي على الكفر. ولما فتحت مكة
ذهب أبو بكر رضي الله عنه وجاء بوالده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وشعره لحيته ورأسه كأنه ثغامة من البياض، كله بياض، يعني رجل علاه الشيب كبير السن، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لماذا جعلت هذا الشيخ يأتينا؟ ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ وهذا كلام مؤثر جدا. يقول عليه الصلاة والسلام وهو الذي دخل الآن لمكة فاتحا، دخل فاتحا، ثم يخاطب بهذا الخطاب الرفيق المتواضع اللين، ويقول: ألا أخبرتني أنا الذي آتي؟ هذا يؤثر ويفتح القلب. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدر أبي قحافة والد أبي بكر وقال: لا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومن الأشياء التي حفظت لهذا البيت أنه 4 على التوالي متناسلين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر رضي الله عنه، والده وهو وابنه وحفيده رضي الله عنه، كلهم كانوا على الإسلام. وهذا مما اختص به هذا البيت المبارك، بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلداء، يعني أقوياء، يمنعونك. فقال له أبو بكر: إني أريد ما أريد. فيقال إنه نزلت فيه: وسيجنبها الأتقى، أي النار، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يؤتي ماله يتزكى، ينفق من ماله طلبا للتزكية، والمال أو النفقة في سبيل الله تزكية للنفس، وسميت الزكاة زكاة لما فيها من التزكية والتطهير. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذه زكاة للإنسان وطهارة له. فيقال إن هذه الآية نزلت في صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه إلى آخر السورة. قال ابن كثير رحمه الله في كتابه العظيم المبارك النافع الماتع تفسير القرآن العظيم، قال عند تفسيره لهذه الآية، قال: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع على ذلك، ولا شك أنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، وأولى الأمة بعمومها. قال: دخولا نعم في لفظها، وإن كان لفظها لفظ العموم. قال: ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف، ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا باذلا لأمواله في طاعة مولاه سبحانه وتعالى ونصرة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله نقلا من كتابه التفسير. نعم.